بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. بصوا الفيديو ده اي صيف لازم قبل الصيف ما يخلص لازم نكون عاملينه طبعا كلنا، ولازم ننتهز الفرصه الجو اللي احنا فيه دوت وايه ونشوف احنا هنعمل ايه. هننضف الانتريه لان ما ينفعش نهائي ان احنا نعمله فين في الشتاء. دلوقتي انا بخلع القصوه بتاعه الانتريه، هغسلها وهرجع ايه اركبها تاني، يكون غسلت الانتريه ويكون الانتريه ايه نشي. شايفين الشلتة كانت محطوطه فيه خط اسود وفيه بقعه كده صغيره. كل ده احنا هننضفه وهنعمله دلوقتي بالخلطه الجباره بتاعتنا. انا نضفته الاول بالفرشه وممكن تعمليه بالمكنسه. دلوقتي هنجيب ميه دافيه بس ما تكونش سخنه قوي، تمام؟ يا ريت كمان تكون ميه عاديه، عشان ايه؟ من حنفيه، عشان انا شخصيا بخاف من الميه السخنه على الايه، على القماش بتاع الانتريه. دلوقتي انا حطيت ايه؟ كربونات الصوديوم، تمام؟ وادي كلور بتاع الايه، كلور الالوان. بس انا بقى لو كان بريحه اللافندر هيبقى بصي 100 100. وادي كيس اوكسي برضو ايه بريحه اللافندر او اي، شوفي ريحه النسيم اللي انت ايه اللي انت عايزاه. وهندعكه، ولو في خل حطي، بس انا للاسف ساعتها ما كانش عندي خل. هقعد اجلها؟ لا، يلا بقى ايه، قلت يلا يا هناء اعمليها، لازم يعني تعملي انتريه، يعني لازم هتعملي الانتريه، تمام؟ وادي ليفه ديت بتبقى جايباها خاصه بايه، مثلا بحاجه ايه بالانتريه والحاجات ديت. هنملاها دلوقتي، هنبلها وهديلها هندعك بيها الايه الانتريه، تمام؟ ودي حته قماشه او فلينه بتاعت جوزك، ما بصي ما يهمكيش، ما عندكيش حته فلينه قديمه، قلعي له الفلينه اللي عليه. المهم ان انت ترتاحي وتنضفي وتنبسطي ايه وتبقي حاسه بايه براحه نفسيه. دلوقتي هنفضل ندعك ايه، هندعك اهو، شايفين الخط اهو دوت. انا ايه هنخفيه مع بعضنا دلوقتي. بس يا سلام بقى كمان لو كان في الخل، عايزه اقول لك كمان بيعتبر كمان معقم ايه للايه للاقمشه، تمام؟ ادينا هنفضل ايه هقعد ادعك. وكمان يا سلام بقى مكان الايد، اي حد بيجي يقعد او الكلام ده كله بيسند اكيد على الايه، على الايد الانتريه. انا حتى على فكره عامله مفارش، مثلا مش اي مفارش، انا عاملاها بالكروشيه وحطها على الايد الانتريه بحيث انها تحمي الايه الانتريه، وفي نفس الوقت منظر ايه جمالي. بصوا احنا هقعد ادعك فيه، وعايزه اقول لكم اساسا ايه هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. خلاص هندعكه كويس جدا، وتكوني برضو طبعا مشغله الايه المروحه، ولو تقدري انك انت تبقي مفتحه الدنيا. انا شخصيا الصراحه بالنهار انا بقفل عشان الصهد ما يخشليش الشقه. بس هو عامه الجو اللي احنا فيه دوت هي ايه هينشف الانتريه ايه بسرعه، تمام؟ شايفه حتى هو الناحيه التانية بدات ان هي تروح، وكان في بقعه حبر او في بقعه سودا اهي تعتبر ايه راحت. شايفين انا بدعك فيها تاني اهي، هتلاقيها ايه اختفت تماما. شايفين اهي راحت خالص ايه مع الدعك. خلاص هنقعد ندعكها كده اهو، ندعك اي حته انك انت ايه تكون مش نظيفه. هتقدري ايه انك انت تعملي. عايزه اقول لكم اعملوا الموضوع ده مرتين في السنه، مره في اول الصيف ومره في اخر الصيف، تمام؟ طبعا الشتاء ما نقدرش ان احنا نعمل الحركه دي نهائي. خلاص، وخاصة انا على فكرة الكاميرا يعني مش جايبة اللون كويس بتاع الانتريه. انا الانتريه بتاعي اللي قماشته افتح من كده. انا حتى بقول لاولادي يا ريتني كنت عملته لون ابيض، انا لو عليا كنت اعمله لون ابيض، لان انا ما بحبش الغوامق نهائي. خلاص ادينا هنقعد ندعك فيها لغايه ايه ما انا بقى. انا دلوقتي بعمل في الكرسي، وهعمل ايه الكرسي التاني والايه والكنبتين، الكنبه الكبيره والكنبه الصغيره. شايفين انا بوريكم ان البقعه راحت ايه خالص، مبقاش ليها اي اي اثر. ادعكي ما يهمكيش يا لوزه. خلاص اهو بدعك الايد كويس جدا. خلاص تعالي بقى لحته قماشه ايه الفلانه اللي قلت لك قلعيها بتاعت جوزك، قلعيها له ديت. انا بلها ميه عاديه خالص وعصرها كويس، وبروح ماسحه مكان الحته اللي انا بدعكها، اروح مسحها اول باول. خلاص انت ممكن ما تعمليش الموضوع دوت، بس انا شخصيا انا بحب الموضوع ده، لان مكان طبعا مكان الغرغوه او الكلام ده كله، لا بحب برضو انها تبقى الحاجه تبقى واخده حقها. هي مرتين في السنه يا جماعه، فايه يلا شايفين مكان البقعه ومكان الخط اللي كان موجود بتاع الشلته كله كله اختفى. هي بس ممكن المكان ادي ديت. بصوا يا رب انا مش عارفه الموضوع باين ولا لا، اللي بتاعها غامقه جدا جدا. بصوا وسخه ان هي اساسا ديت انا حطاها ناحيه جنب حيطه، فعايزه اقول لكم كانت سودا وما كانتش عايزه اقول لكم بص دي كانت سودا، بس انا قعدت ادعك فيها. شايفين حته اهي مكان الحته اللي تحتي انا يعني في جزء انا عاملاه منضفه والتاني لا. يا رب اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو زيكم.